تشتكي من ايه؟ اسالك سؤال واحد بس. دوله ليها برلمان وليها مؤسسات عسكريه ومؤسسات امنيه خارجيه وداخليه وليها 20 وزاره، حالها هيبقى بالوضع دوت وبالشكل ده ازاي؟ بالله عليك، قبل ما يحصل انتخابات لرئيس الجمهوريه كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنصدره. ايه اللي حصل؟ راح فين وجه منين؟ عايزين نفهم. نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فيينا، ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال. بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل؟ الناس اللي فوق اللي رايحين يحتفلوا، لا مؤاخذه رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه، والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع. هل ده يرضي ربنا؟ ده ربنا يوم القيامه هيجيب الناس يقول اين ملوك الارض وحكامها لمن الملك اليوم؟ عشان الناس اللي مش لاقيه والناس التعبانه وطالعين في التلفزيون مصر بتنهض، مصر بتروح ومصر بتيجي، وعمالك نرمي الفلوس في مشاريع قوميه ملهاش لازمه، واحنا التعليم عندنا متدني لاسفل مما تتخيل. ازاي يبقى عندي لا مؤاخذه بني ادم مش متعلم خريج